بلاد الشام في سوريا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بها بعد أن تطهر من طغيان ذلك الطاغية يا الله. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ما اجتمعنا إلا لندعوك، ما اجتمعنا إلا خوفا من عقابك، ما اجتمعنا إلا طمعا في رحمتك. اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا فيضا من عندك. اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم. اللهم تقبله منا. اللهم أجرنا عليه يا رب العالمين. اللهم أجرنا عليه يا الله. اللهم واجعله متقبلا، اللهم اجعله متقبلا. اللهم ما أتينا إلى هنا إلا طالبين عفوك وطالبين كرمك وطمعا في كرمك، طمع في كرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لنا إخوة في بلاد الشام، لنا إخوة في بلاد الشام. اللهم إنهم مستضعفون، أنت أعلم بحالهم، أرأف بهم من أمهاتهم، أرأف بهم من أمهاتهم، أحن عليهم من أمهاتهم. اللهم أنزل عليهم رحماتك، اللهم أنزل عليهم رحماتك. اللهم لنا إخوة وأحبابا قضوا على يد طاغية، اللهم اقض على هذا الطاغية، اللهم اقض عليه. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم دمره بتدميره. اللهم صبر أهل الشهداء على شهدائهم. اللهم وارزقهم شفاعة أبنائهم فيهم يا رب العالمين. اللهم واجعل طريقنا على طريقهم. اللهم أنلنا ما أنالوا، اللهم أنلنا أجرهم، اللهم أنلنا أجرهم يا أكرم الأكرمين. اللهم وسامحنا على تقصيرنا، اللهم سامحنا على تقصيرنا. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. لمن تكل أمرنا، لمن تكل أمرنا؟ إلى قد تكالبت علينا؟ لمن تكل أمرنا؟ إلى عدو قد حكمنا منذ عقود؟ إلى من تكل أمرنا يا رب العالمين؟ يا الله يا الله، يا من لا يظلم بحكمه أحد، يا من قد حرم الظلم على نفسه مبتدئا، يا من حرم الظلم على نفسه مبتدئا. اللهم دمر من ظلمنا، اللهم وخذه أخذ عزيز. آمين. اللهم دمره ومن والاه. آمين. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. آمين. اللهم إن بشار الأسد قد طغى وتكبر اللهم إنه قد تكبر وتفجر علينا. اللهم ففجره في مكانه. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أهمه، اللهم أهمه. اللهم لا تجعل له لطريق الهداية سبيلا، اللهم لا تجعل له لطريق الهداية سبيلا. اللهم ومن عاونه ومن ناصره فاجعلهم في قعر جهنم سوية يا رب العالمين. اللهم وأحرق وجهه كما أحرق شهداءنا. اللهم كما أحرق قلوب أمهات على أبنائه فاحرق قلبه على أبنائه. اللهم ابتله في بصره وفي يديه وفي رجليه وفي بصيرته. اللهم شل حركته وأطل في عمره. اللهم أطل في عمره تحت الذل يا رب. يا رب مكننا من رقبته، مكننا من محاسبته. اللهم لا تجعل له سبيلا للخروج من سوريا، لا تجعل له سبيلا للخروج من سوريا. اللهم لا تجعل له سبيلا للهروب. اللهم مكننا من محاكمته، مكننا من محاكمته. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. انصر الى الشهداء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا الله بحق دمائهم بحق وقوفنا في بيتك العظيم، بحق وقوفنا في بيتك الشريف يا الله. اللهم كما عبدت نبيك ببطن الحوت واحفظ ابنائنا وشيوخنا ورجالنا واحرارنا في سوريا. اللهم دمر من آذاهم، اللهم دمر من آذاهم. اللهم خذه أنت عزيز. اللهم مكننا من رقبته، اللهم مكننا منهم ومن كل من والاه. اللهم من عاونه فعاوننا على إيذائه. اللهم خذه
فانتجب. يا من أخذت فرعون، يا من أخذت فرعون طاغية تجبر قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. اللهم خذه أنت عزيز مقتدر، اللهم خذه كما أخذت قارون وكما أخذت أبي بن خلف وكما أخذت أبا جهل وأبا لهب. هؤلاء هم أعداء إسلامنا فانصر دينك يا من أنزلت دينك. اللهم إن دينك يحارب، اللهم إنا نجاهد في سبيلك بدعائنا لا نملك غيره يا رب. سامحنا على تقصيرنا، سامحنا على تقصيرنا، نحن مقصرون بحقهم، نحن مقصرون بحق جلالتكم يا الله. اللهم إنا نتذلل إليك، نتذلل إلى جبروتك، نقف عند بابك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته على أحد من خلقك أن تأخذ الطاغية بشار الأسد والأرواح. آمين. وأخذ عزيز المختار. اللهم يا أرحم الراحمين، يا من هو أرحم بأبنائنا من أمهاتهم، ارحم شهداءنا وتقبلهم عندك، اجمعهم بنبيك، اسقهم من حوضه الشريف، شفعهم بنا، اجمعنا بهم هناك، اجمعنا بأهلهم في بلادنا، أرحنا إلى بلادنا سالكين آمنين. اللهم احفظ من تبقى من شمالنا في سوريا، اللهم احفظ من تبقى ولا تبقى إلا قلة. أنت تعلم، أنت أعلم بحالنا، أنت أعلم بحالنا يا الله يا رحمن الرحيم. قلت وقولك الحق، قلت وقولك الحق. ألا إن نصر الله قريب. اللهم عجل نصرك، عجل نصرك يا الله يا أكرم الأكرمين. تقبل دعاءنا، تقبل دعاءنا، تسمع نداءنا، تسمع نداءنا يا من يعلم السر وأخفى، يا من يعلم السر وأخفى. نسألك بكل شيء محبب إليك نعلمه أو لا نعلمه أن تقضي على بشار الأسد. آمين. عليه وعلى أعوانه. اللهم كل من عاونه ماديا أو معنويا خذه أنت يا رب. اللهم لا تجعل له طريقا للعودة والهداية. اللهم خذه إلى نار جهنم. آمين. ونقنا منه. آمين. ونقنا منه. آمين. اللهم إنا شبابا قد تطوعوا في الجهاد في سبيلك، هم شباب الجيش الحر. اللهم مكنهم، اللهم سدد رميهم، اللهم احفظهم، اللهم احفظهم من رميهم، مكنهم من عدوك وعدوهم يا الله. سئلنا تعبنا يا الله، سئلنا والله يا الله، سئلنا يا الله، سئلنا يا الله بجلالتك نقسم عليك إلا نصرتنا. آمين يا الله. بحق كتابك، بحق رسولك. آمين. اللهم انصرنا بحق الله. آمين. كلمة فداء لدينك. اللهم قدموها فداء لدينك وإعلاء لكلمة لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. اللهم آمنا بك وبكتابك وبرسولك، وآمنا بأن الجنة حق وأن النار حق، ونؤمن بإذن الله أن النار مثوى بشار الأسد. آمين. اللهم اجعله مثواه وأبيه ومثواه. آمين. اللهم لا تأخذك به سبقا. اللهم عجل بهلاكهم. اللهم صبر أهلنا يا الله، ونصرهم، اللهم نصرهم في الدنيا والآخرة. اللهم اجمعنا بشهدائنا في الآخرة، واجمعنا بأهلهم في الدنيا، وأرنا سوريا آخرة. آمين. أمنا وأمانا على مصر يا رب يا رب. بلاد مصر تتعرض لفتن يا رب، احمه من فتنهم. اللهم ارحم موتاهم لهم يا الله. اللهم وفق أهل مصر وأهل ليبيا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أهلنا في اليمن. اللهم إن لديهم فتنة عظيمة ووفقهم يا رب. اللهم وفقهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد النبوي بعد أن يتحرر من يد هؤلاء الكفرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اهدنا وارحمنا واعف عنا. إنا نسألك زوال الحزن، اللهم أجل همنا واغفر لنا يا
وصلاتنا وصدقاتنا وزكاتنا يا الله يا ارحم الراحمين. استر اعراض نسائنا يا الله يا الله يا بشار وزماننا اعراضنا. اللهم فارنا فيهم يوما اسودا. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا يا رب العالمين. اللهم نريد ثأرنا في الدنيا والآخرة. نريده في الدنيا والآخرة. اللهم مكنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم أضعف قواهم وقونا وزدنا قوة. اللهم حق شبابنا في سوريا. اللهم حفظهم بنورك. اللهم حفظهم بنورك واجرهم بمددك. جندا من جندك كما مددت نبيك بجنود لم يروها أصحابه. اللهم فامدد أهلنا بسوريا بجنود من عندك. اللهم أمددهم بجنود من عندك. قوهم شد على عزائمهم اشف مصابيهم تقبل شهداءهم صبر أهلهم. بارك لنا في دعائنا عجل النصر يا أرحم الراحمين. تقبل عمرتنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل.